بعد ما اتعلمنا ازاي نشغل البلفيك فلور ماسلز، هنبدأ نعملها في البوزيشن واحنا قاعدين. كل عدة اللي هي اسمها بولس عبارة عن ان انت تشدي البلفيك فلور ماسل على الاخر وبعدين تريلاكس. دي كده تساوي عدة. لو مش عارفة ازاي تاكتيفيت البلفيك فلور ماسلز، شوف الفيديو الاخر وانا هعلمكم فيه من الاول ازاي تعمل. هعلمك الاول ازاي تشغلي البلفيك فلور ماسلز دي في بوزيشن وانت قاعدة، لان ده اسهل بوزيشن تعملي فيه التمرين ده. وبعدين هنبدأ نعمل بروجريشنز ونعمل التمرين ده في بوزيشنز تانية عشان نمرن الماسلز والتون بتاعها انها تشتغل في اوقات معينة بالطريقة اللي احنا عايزينها، وبالتالي نستفاد منها بالطريقة الصح. بتبدأي تقعدي او تقعد بتخليكي ريلاكسد على الاخر. بعدين بنتخيل ان احنا بنحاول نمنع ان احنا نعمل ستول او نمنع ان احنا نعمل يورينيشن. بنشد المصل وبنحاول نركز على فكرة ان احنا مفيش اي يورين او اي ستول ينزل، كأننا بنمنع نفسنا ان احنا نعمل يورينيشن او ستول. تبدأي تركزي وتحسي بالماسلز وهي بتشتغل وتتعودي عليها وهي بتشتغل. كل ما قعدتي تحاولي تعمليها وتجربي تعمليها، كل ما تحسن الكونكشن ما بين يور برين والماسلز دي عشان نقدر بعد كده نشغلها. في الاول هتكون الماسلز ضعيفه وصعب ان انت تشغليها، والكونكشن ما بين يور مايند والماسل دي هيبقى ضعيف، بس بعد كده هيبدأ يقوى يوم عن يوم واسبوع بعد اسبوع. حاولي تفكري وتركزي ان انت تعملي زي اللي بيحصل في الفيديو، ان انت تكونتراكت الماسلز دي وتخليها تتشد على بعضها